إحياء ذكرى ثانية للحراك المبارك الأصيل. أنا خديت قرار ومضيت مرسوم تاع عفو رئاسي لمجموعة من الناس معتقلين حوالي 30 واحد، حكم عليهم نهائيا ويصدر في حقهم عفو رئاسي، وناس اخرين لم يحكم عليهم بعد. المجموع بين 55 و60 فرد إن شاء الله ابتداء من هذه الليلة ولا غدا يلتحقون بعائلتهم. قررت باش نحل المجلس الشعبي الوطني الحالي، وسنمر إلى انتخابات تفتح أبوابها للشباب. الشباب لازم يقتحم المؤسسات السياسية. بدينا نغيره في الدم جديد بالنسبة للدولة وأجهزة الدولة والبرلمان هذا إن شاء الله. والبرلمان هذا سينتخب، والمراقبة تكون من طرف الهيئة المستقلة. أنا عارف وسامع الانتقادات اللي يبديها المواطن عن حق، ولذا قررت أن على 48 ساعة يكون فيه تعديل حكومي سأعلن عليه غدا أو بعد غد، يشمل القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر احنا كذلك بنقص في تأديتها لمهامها.